واش نتفقوا كاملين على ان حكيمي هو افضل لاعب في تاريخ الكره المغربيه؟ شوف باقا ناقصه حاجه وحده. انا عارفكم غادي تقولوا لي لا بلاتي وهادي. شوف ناقصه حاجه وحده وحنا كاملين عارفينها. اولا الكره الذهبيه الافريقيه اليوم حققها رسميا من بعد طول انتظار، من بعد سنين ديال الخذلان، من بعد ما العام اللي فات حيدوا عليه من بين يديه، من بعد ما تحرم من الكره الذهبيه العالميه ديال افضل لاعب في العالم اللي كان تيستحقها واللي العالم كامل اشاد على انه ظهير ايمن بمواصفات مهاجم او صانع العاب. الارقام والاحصائيات ديالو هي اللي كتكلم عليه. باش تسجل في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا وفي النصف النهائي وفي المباراه النهائيه ويكون عندك عدد ديال المساهمات التهديفيه اللي اكبر من العدد ديال المساهمات التهديفيه ديال المهاجمين في اوروبا، خاصك تكون بكل بساطه اشرف حكيمي. 27 سنه وتيقترب انه يكون افضل لاعب في تاريخ المغرب. علاش؟ ناقصه حاجه وحده، ناقصو كاس افريقيا. انا بالنسبه لي نهار حكيمي يحقق كاس افريقيا كعميد للمنتخب مع هذا البالون دور ومع الانجازات اللي حققها مع نادي باريس سان جيرمان، انا بالنسبه لي ما كاينش اللي يحيد لي هذا اللقب هذا عن جداره واستحقاق. وما تنساوش راه يلاه بدينا، لان حكيمي مازال تبارك الله وصل عن عليه 27 سنه، مازال المسيره قدامه، مازال جاي الخير ومازال جاي المونديال في 2030. وعلاش لا؟ علاش لا الخوت؟ برافو اشرف حكيمي، تبارك الله على ولد بلادي، وديما ديما مغرب.